على الطريق الزراعي في اتجاه القاهرة قبل ما توصل على شبرا الخيمة في مطلع الكوبري الدائري. في المنطقة دي حصل اعتداء على سيارة دكتور عبد المنعم أبو الفتوح. كان هو راكب سيارة 4x4 لاند كروزر، والاعتداء جاء من قبل سيارة ميتسوبيشي كان فيها 3 أشخاص ملثمين ومسلحين برشاشات. أجبروا السائق على النزول وأوسعوه ضربا. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح خرج من السيارة علشان يحوش عنه، أخذ ضربة بكعب البندقية أو الرشاش، مؤخرة الرشاش، ثم أخذوا السيارة وهربوا. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لما اتكلمنا مع الأستاذ علي البهنساوي المستشار الإعلامي ليه قبل حوالي 10 دقائق ربع ساعة، قال لنا أنه هو كان لسه في طريقه للمستشفى للوقوف على حالته. نرجو من الله تعالى أن يطمئننا عليه وعلى أيضا السائق.